السلام عليكم. الفيديو جديد البنات. الصيف صيف ضروري كنحتاجو هاد الكلاص هذا في المائده ديالنا، خصوصا هكا المائده ديال الضياف اللي كيجي عندك هكا تحضريه هكا مع الديسير، راه كيجي زوين بزاف. كلاص منزلي بحجم عائلي وبالشكل الرخامي وبالمذاق ديال النوغا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. هنا كما غتشوفوا معايا غادي نسبقوا نديروا هي الاولى السكر. غادي نصاوبوا النوغا ديال سميتو، غنصاوبوا النوغا باللوز او بالكركاع او بالكاوكاو اللي متوفر عندكم نتوما. هنا درت نص كاس ديال السكر حتى كيذوب حتى كيكون في هذا الشكل هكا. عاد كنديروا عليه اللوز والكركاع. انا خلطت هنا اللوز والكركاع وكنحركوهم مزيان مزيان حتى كيتحمر لينا داك السكر البنات. المهم ما تخليوش السكر في اللي يتحمر لكم في الاول. ملي كيتحمر لكم ملي كتحطوا هكا الزرع ديالكم او عفوا اللوز او كاوكاو ولا الكركاع اللي بغيتو كيتحرق لكم، يعني ضروري يكون السكر بهذاك الشكل اللي شفتوا معايا باش تجيكم الطياب ديالو زوين وما كيتحرقش. المهم كنبقاو نحركوا حتى كيعطيو هذا الشكل هكا باش يجي على شكل النوغا. صافي حتى كيطيب وكنجيب واحد الورق اللي ما كيتلصقش ولا كنديروه هكا فوق سطح العمل مباشره. كنطحنوه هكا عفوا كندهنوه هكا بشويه ديال الزيت وصافي كنحطوه. حتى ديك الطريقه راه حتى هي زوينه. انا مطفر هاد الكاريط حتى انا درتو، اللي ما مطفرش عندها باش ما كاين مشكل. المهم غير كدهنوا بشويه ديال الزيت صافي وكديروا. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنحاولوا نفتحوها هكا وكندخلوا ليها داك كاوكاو وداك اللوز باش يدخل في وسطو ما حد ما برد، يعني كيبرد كياخذ هذا الشكل هكا اللي شفتوا معايا. كنخليه غير واحد ربع ساعه صافي كيبرد فوق سطح العمل وكنهزوه مباشره كنقطعوه. عرفتوا البنات غير هكاك ما تحتاجوا كاع طحنوه، راه كيعطيو واحد المذاق زوين الصراحه. كتقول كتاكلوه هكا كيجي حلو بزاف خصوصا اللوز. صافي هنايا كنطحنوه بهذا المطحن هذا اللي شفتو، او تقدروا ديروا الهشوار اللي متوفر عندكم. المهم نحاولوا ما نطحنوهش مزيان، الا طحناه غيجينا معسل، يعني يكون في هذا الشكل هكا اللي كتشوفوا معايا، يعني يكون شاد في راسو كتجي غير محبب. صافي هنايا كما غتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالو صراحه راه كيجي زوين بزاف. هذا هو الشكل ديالو كيجي مقرمش بحال هكا. وهنا كنخلي واحد شويه هنا باش نزوق به الكلاص ديالي. هنا كنجيب الحليب اللي غندير فيه كاس ونص ديال الحليب. هنا الحليب البنات راه درتو في المجمد حتى تجمد مزيان، ودرت هذا كلاص هكا ديال الفاني. هاد الشكل الاول درت ليه كلاص ديال الفاني ودرتو ما درت ليه السكر البنات. هو اصلا كريمه كتكون حلوه. كنطلعوها مزيان بهذا الشكل هكا، ما نطلعوهاش مزيان حتى كتجي كدير ديك الروا تكون واقفه. المهم تكون بحال هذا الشكل هكا باش الكلاص ديالنا يجي كريمي. صافي هنايا كنضيفوا ديك النوغا اللي طحنا، داك الكاوكاو والكركاع، عفوا اللوز والكاوكاو اللوز وهذا والكركاع اللي طحنا كندخلوه مزيان في الكريمه ديالنا. صافي كنردوها على جنب. اللي كنخلطو ما نكثروش بزاف في الخلاط باش ما تطلعش لينا الكريمه. وكنهز النصف الثاني حتى هو كندير كاس ونص ديال الحليب. هنايا درت نص سيترو ما كفانيش وزدت واحد شويه مازال. المهم كاس ونص، كل علبه درت فيها كاس ونص. هنا عندي كلاص الاخر ديال الشكلاط. هنا بالنسبه للنكهه كديروا اللي بغيتو نتوما كديروا، يعني اللي متوفر عندكم كتخلطوه به. هنايا طلعت الكريمه طلعتها مزيان صافي ودرت ليها الشكله ديال الدهن، يعني هذاك اللي متوفر عندي نتوما تقدروا ديروا ليها اللي بغيتو ديروا ليها دانون الكراميل اللي متوفر عندكم ديروا. انا هنا درت هذا الشكلاط هذا ديال الدهن. صراحه راه المذاق ديالو زوين، واخا راه رخيص في الثمن ولكن المذاق ديالو صراحه زوين حلو، ماشي بحال داك الشكيلات الاخرين اللي كيكونوا. المهم البنات راه عارفين. وصافي كنخلطوا مزيان مزيان حتى كنخلطوا داك الشكلاط اللي درنا وصافي. هذا هو الشكل ديالو. المهم كنحاولوا الكريمه ما تكونش طالعه مزيان بحال الا بغينا نديروها الحلوه، لا هي كتكون كريميه بحال هكا ما طلعوهاش مزيان. وصافي هذا هو الشكل ديالها. وكنجيبوا واحد شي معلقه او شي مغرايه بحال مغرايه هكا بحال هكا باش نديروه على الشكل الرخامي. وهذا هو الشكل الثاني حتى هو كما كتشوفوا معايا. وصافي كنجيبوا واحد المول يكون في هذا الشكل هكا، يكون مدور واللي متوفر عندكم يكون داك المول ديال الحلوه اللي كيتحل. المهم غير شي حاجه يكون كتحل باش يجيكم الشكل ديالو زوين. صافي هنا كنحطوا هكا بحال هذا الشكل غنديروا على الشكل الرخامي. كندير واحد الطبقه كنحاول ثاني ندير الطبقه الثانيه باش يجيني الشكل الرخامي. راه كيجي رائع البنات. المذاق ديال الشكلاط والمذاق ديال النوغا الصراحه راه ما تشبعوش منه، غير جربوه وردوا عليا. بصراحه الكلاص بالنسبه لكلاص البنات هذا هو وقته. بالنسبه للسخونيه كديروا هكا لوليداتكم، وشي حاجه ديال الدار راه كتكون طوب صراحه راه كتكون زوينه. وصراحه راه كيجيو زوين بزاف احسن من ديال الزنقه بألف مره. يعني ملي كتذوقوه راه كيجي رائع وسهل في التحضير، يعني ماشي شي حاجه هكا تحضروا هكا مع الديسير او تحضروا هكا لوليداتكم. راه حجم عائلي تبارك الله راه كيهز كميه كبيره.
المهم نتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. هنايا كما غتشوفوا معايا كنديروا شويه وكنحاولوا نديروا ديك المعلقه اللي كنا محركنا به في البيض. ملي كنديروا ثاني معلقه اللي فيه الكحل كنبقاو نحاولوا هكا نحلوا بديك الكحله باش ما نخلطوش الالوان كما كتشوفوا معايا. المهم بحال الشكل ديال الكيكه ديال الرخامه. هنايا صافي من بعد ملي كنصاوبو كندخلوا الفران، كنخليه انا خليته الليله كامله، خليته في الفران، درتو في العشيه ما حيدتوش حتى الغد ليه. كيغيبان لكم تبارك الله راه شط في راسو مزيان. راه واخا كيخرج هكا خرج من السلوفان هكا من تحت، انا كما شفتوا معايا راه درت هذا اللي كيتحل كيخرج من تحت، ولكن ماشي مشكل. هنا كنحيدوا هذيك الميكا. واخا غتخسر لينا الشكل هكا ديال الاناء اللي غنقدموا فيه الكلاص ديالنا، غنمسحوها هكا بشي حاجه والشكل ديالها زوين. هذا باش زوين كما قلت لكم كديروا هكا كتحلوا، كديروا داك المدور ولا بحال هذا ولا داك ديال الكيكه اللي كتحل من الجناب. صافي البنات هنايا درتو هكا في الاناء ديال التقديم، وهنا عزلت شويه من داك الكلاص ودرتو في هذاك ديك الطاسه اللي شفتو. كنحاولوا هكا كنديروا هكا بمعلقه وكنزوق بها هكا من الفوق. راه درتها غير بمعلقه عاديه، ما عنديش هذيك ديال الكلاص. صافي الحاجه اللي متوفره عندنا في الدار كنعديو بها. صافي هنا كنهز ديك النوغه اللي كنت وريت لكم في الاول كنزوقوا بها في هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. صراحه راه كيجي المنظر ديالها واعر بزاف. كنزوقها هكا بالكركعات من الجناب وشويه ديال اللوز، وداك الشيء اللي بقات اللي لاصق في السكر يعني الكراميل كنديرو هكا من الفوق. وصافي هنا على حسب الذوق كيبقى لي اختيار البنات. هنا جبت شويه ديال الشكله ديال الدهن تا هو ديال اللي شفتوا معايا درتو هكا في واحد البلاستيكه عاديه ماشي كاع شي حاجه، وكنزوقوا به هكا ذوبته شويه وكنزيدوا هكا شويه من الفوق. وكيعطي صراحه هو كيعطي لمسه زوينه وكيعطي المنظر زوين. وهذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا. صراحه كنقربوا لكم تبارك الله شي حاجه اللي هماويه. تحضروا هكا الضياف ديالكم كما قلت لكم كتحطوه هكا في وسط الديسير، راه كيجي بنين بزاف. والمنظر ديالو ما نقولش لكم، راه كتشوفوا بعينيكم المنظر ديالو تبارك الله راه كيجي رائع بزاف. كلاص هماوي حجم عائلي صراحه راه كيجي زوين بزاف. وضروري انا الا حطيت معكم الوصفه ضروري كنحلها معكم باش تشوفوها بحال كتجي من الداخل. كما قلت لكم هذوك ما عرفتش قلت لكم هذوك اللي درت هكا في الاولى راه درتهم هكا دورتهم غير هكا بمعلقه، انا ما عنديش هذيك ديال الكلاص. راه صراحه كيجي المنظر ديالهم زوين. صافي هنايا شوفوا بحال اش كيجي في الشكل ديالو. الصراحه راه صدمني انايا في الشكل ديالو صراحه راه كيجي زوين بزاف البنات. النكهه ديال الفاني والنوغا اللي طحنا الصراحه داك الكركاع وداك اللوز اللي طحنا والمذاق ديال الشكلاطه البنات راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. وباش زوينه البنات راه ما كيتكلاصاش، ماشي داك اللي كيكون فيه الثلج، ماشي داك اللي كيكون فيه الثلج، هذا راه كريمي يعني الكلاص كريمه البنات. شوفوه معايا بحال اش كيجي. صراحه راه كيجي زوين بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه لوليداتكم، واكيد الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. واكيد البنات الا جربتوها الا شفتوا هذا الفيديو هذا وعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه الا مازال ما تشاركتوش. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه كما العاده. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.